تحليل شخصية سريع. قولي أسماء 5 أشخاص بتحبهم في حياتك. فكر بسرعة كده. بعد ما قلت أسامي ال5 أشخاص، هل اسمك من ال5 أشخاص دول ولا لأ؟ لو اسمك مش من ال5 أشخاص دول يبقى في عندك مشكلة كبيرة. معنى كده إنك بتحب الناس اللي حواليك أكتر من نفسك، وده على فكرة مش ميزة ولا بطولة زي ما احنا فاهمين وتربينا على حب الذات. دي حاجة سيئة وأنانية، ده مفهوم غلط. حب الذات مش معناه أنانية. إن أنا أحب ذاتي يعني معناته إن أنا قبل الناس، احتياجاتي قبل الناس التانية، ولما احتياجاتي تبقى قبل الناس التانية هقدر أديهم. هل ينفع تدي حد وانت فاضي من جوه؟ هل ينفع ان حد يجي يقولك انا عايز اتكلم معاك وتبقى تعبان ومرهق ومش قادر تركز معاه وقادر تتكلم؟ الا لازم انت ترتاح الاول. هل هتقدر تحب الناس اللي حواليك وتعمل علاقات صحية وتخوض في علاقة عارف حدودك ايه وحدود الاخرين وانت مش بتحب ذاتك؟ ده معناه ان انت هتراضي اللي حواليك وهتدخل في علاقات غير صحية بسبب ان انت مش بتبص لنفسك الاول وتشوف جوانب القوة اللي تقدر تحب بيها ذاتك ومحدش يقدر يستغلك أو تتعلق بالأشخاص. لو مش بتحب ذاتك هتلاقي اللي حواليك دايما بيصيبوك بخيبة أمل، لأن هما مش قادرين يشبعوا احتياجاتك انت معتمد فيها على الآخرين، عاملة زي الحفرة بالظبط. كل ما حاولت تملاها بتزيد وبتكبر، كل ما حاولت تملاها بتزيد وتكبر بالظبط. احتياجاتك من الآخرين، عايز باستمرار تسمع تقدير، تسمع ان انت مقبول، ان انت متشاف. فإشباعك لاحتياجاتك من الآخرين هيخليك دايما باستمرار عايز تسمع، عايز تتقدر باستمرار وبزيادة كمان. وكمان لو عندك مشكلة من جوه ان انت مش بتستقبل التقدير وتستقبل الحب ومش مصدق ده عن نفسك، مش هيكون له معنى بالنسبة لك. فأول حاجة إن حب الذات ده مش حاجة كده فرعية ولا حاجة كده بناخدها كده نسمعها محاضرات تثقيفية، ده شيء أساسي لازم نتعلمه والمفروض كنا اتعلمناه في الطفولة في التربية. لكن للأسف تربيتنا نفسيا كان فيها أشياء كتير غلط. احنا تربينا أخلاقيا كويس، تربينا علميا كويس، دينيا كويس، لكن نفسيا أهالينا هم نفسهم ما كانوش قادرين يدوا لنفسهم هذا الحب، وكمان أجدادهم ما كانوش قادرين يدوهم هذا الحب. حبك لذاتك هيخليك تحسن من دخلك وتخليك تحسن من حياتك، علاقاتك، صحتك، راحة بالك، سلامك الداخلي. فبداية حب الذات هي بداية حبك مع ربنا وعلاقتك بيه. فكون ان احنا حتى علاقتنا بربنا كانت مفهومها غلط من الأول، مبنية على الخوف والترهيب والإجبار والإلزام، دلوقتي لو حبيت ذاتك وتعلمت تحب ذاتك هتعرف ازاي تنسجم وتتناغم مع الكون، مع الحياة، مع الصعوبات، مع الأقدار، مع الحاجات اللي انت مش قادر تاخدها ومش لاقيها. طيب ازاي أحب ذاتي واوصل لمستوى الوعي ان انا فعلا بحب ذاتي حقيقي؟ اكيد مش بكلمتين ان انا ابص في المراية واقول لنفسي بحبك وخلاص. اكيد مش زي ما احنا سمعنا في التنمية البشرية عن حب الذات بقى والتحفيز والإرادة والعزيمة والحاجات دي كلها. حب الذات علشان يبقى حقيقي ان انا اتعامل مع نفسي كأنها شخص اخر، كأن شخص ده بره نفسي، بحبه كأني داخل في علاقة حب مع حد حقيقي. لما تحب حد حقيقي بتبقى شايفه ازاي؟ بتبقى شايفه احسن واحد في الدنيا، بتبقى شايف كل نقاط القوة والجمال والحب، كل حاجة فيه جميلة، ما بتبقاش شايف فيه العيوب، حتى لو شفت فيه العيوب بتبقى متقبلها. حب الذات مش معناها الأنانية زي ما قلنا ان انا احتياجاتي قبل احتياجات الناس التانية، ولا معناها النرجسية، لان النرجسية بيشوف نفسه اهم واحد في الدنيا دي كلها، احتياجاته اهم من الاخرين. فاحنا هنا حب الذات معناته ان انا احتياجاتي مهمة واحتياجات الاخرين مهمة، بس انا احتياجاتي قبل احتياجات الناس. حب الذات يعني اوصل لمرحلة ان انا موجودة في مكان مش مستنية حد يقولي نورت المكان ده، احنا مبسوطين جدا ان انتي معانا،
مش مستنية حد يفرح بوجودي، لأن أنا أساسًا عارفة إن وجودي يفرح، أنا كشخص في حد ذاته وجودي يفرح. حُبّي لذاتي مش معناته إن أنا رابطة حُب ذاتي وإثبات ذاتي بحاجة معيّنة، يعني مثلًا لازم أحقق هدف معيّن علشان أحس بذاتي وأحس بوجودي، لإن أنا already وطبيعي أصلًا ليّا وجود وليّا كيان وليّا قيمة من غير أي حاجة، سواء عملت أو ما عملتش. فمفهوم بقى إن إحنا يكون لنا هدف أو نشتغل أو نعمل حاجة معيّنة عشان نثبت ذاتنا، ده مفهوم غلط. بالعكس مش هتوصل لهدفك ولا تحقق أي حاجة طول ما أنت رابط قيمتك بتحقيق الحاجة اللي أنت عايزها، هتلاقيها بعدت عنك. حتى الأشخاص طالما ما بتحبش ذاتك، الأشخاص اللي حواليك هيلمسوا ده جواك وهيلمسوا اهتزازك في ثقتك في نفسك وعدم حب ذاتك، هيلمسوه من غير ما أنت تشعر. فهم لو بيحبوك أو كانوا يعني شايفينك حاجة واو أول بداية العلاقة، هيبتدوا مع الوقت يحسوا بملل وفتور، وهم كمان هيوصلوا لدرجة إن هم خلاص انت بالنسبة لهم مش واو، ولا الشخص المبهر، ولا الشخص اللي هو يستاهل أصلا يتحب، لأنك انت عامل في نفسك كده. انت بتروح تجري ورا علاقات بتأذي نفسك، انت هاين نفسك، برغم ان ربنا سبحانه وتعالى كرمك وهو ربنا قال لنا في القرآن ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. يعني أصلا التكريم الإنسان ووجوده وحب ذاته موجود أصلا من غير أي حاجة، لأن أصلا ربنا كرمه. تعالوا كده الواحدة لو شفنا إن هي مثلا مجنونة وماشية في الشارع، لا لها أهلها ماتوا ولا معاها شهادات ولا لها مأوى ولا حاسة بأي حاجة في الدنيا وماشية في الشارع، وجي واحد قام قتلها، هل القانون مش هيحاسب الشخص اللي قتلها ده؟ أكيد الناس كلها تنزعج وهيحاسبوا الشخص اللي قتلتها ليه؟ أكيد مش هيقول مزاجي كده أو هي أصلا ملهاش قيمة، لأن هي القانون بيحاسب، لأن فعلا الإنسان قانونا وشرعا ودينا الإنسان له تكريمه وله وجوده. علشان تحب ذاتك، النقطة التانية إن أنا هقضي وقت مع نفسي. تعالى كده لو قلتلك اقعد مع نفسك ومفيش تليفون، مفيش كتب، مفيش أي وسائل ترفيهية، اقعد مع نفسك 3 ساعات واقفل باب أوضتك مع نفسك كده، هيجي بعد 3 ساعات تلاقي نفسك زهقان ومتضايق ومخنوق. ده معناته ان انت مش بتحب ذاتك. لو انت بتحب ذاتك كنت قعدت مع نفسك وقضيت الوقت معاها، وكنت قعدت تتأمل في جوانب من نفسك، في مميزاتك، في جوانب القوة عندك. فحب الذات زيه زي اي حب او اي حب لشخص اخر. انت لما بتحب حد بتحب تقضي وقت معاه، فاجعل لنفسك وقت تقضيه مع نفسك علشان تقدر تتأمل ذاتك من جوه، تقدر تعرف اتصالك مع ذاتك يكون ازاي، مشاعرك ايه، احاسيسك، جوانب القوة. حتى لو انا فيا عيوب اتقبلها. النقطة التانية ان انت هتتعرف ازاي تتعامل مع مشاعرك، تتعامل معاها ازاي، احساسك بالخوف، بالغضب، بالحزن، بكل ده ما تنكروش وتمشي وتكمل. لا، انا اعرف انا حاسس بايه، كأن شخص غريب قدامي هو حاسس بايه، بطبطب عليه، بتقبل اي مشاعر، اي حاجة هيحس بيها، مش بلومه بجلده وبحسسه بالذنب. ولو عمل اخطأ في اي حاجة بسامحه، بالظبط زي شخص غريب انت بتحبه قوي، فلو اخطأ انت هتسامحه. كمان حب الذات يعني انا اشوف ايه هي المناطق اللي انا مش حاسس فيها بالامان مع نفسي، اتأمل كده، هل انا نقطة عدم الامان مع نفسي ان انا مثلا في عيب في جسمي، في شكلي، في حاجة معينة حاسس فيها بقلق، مش متقبلها، حاسس فيها بعدم الامان. هل عدم الامان اللي جوايا جاي مثلا من امان مادي او امان عاطفي، مفتقد العاطفة جدا، مفتقد الجانب المادي جدا، انا ايه مفتقد؟ ابتدي اتفقد واتأمل في مشاعري كده، اتفحصها زي الدكتور بالظبط لما اتفحصها واشوفها. وانا مش بفكر في ده علشان خاطر ان انا بفكر في عيوبي علشان اقف عندها واقعد اجلد في نفسي واشوف نفسي وحش. انا بقعد اشوف كأني بتفرج على فيلم بالظبط. الفيلم اللي انا بشوفه كأني بشوف من بره نفسي، ايه عدم الامان ومصدره
اللي عندي ايه، جاي منين. الحاجة الأخيرة إن أنا أقضي وقت مع نفسي، أدي لنفسي هدايا، كأنها بالظبط حد غريب، أدي نفسي هدايا، أقول لنفسي أنا بحبك، أبتسم لها لما أشوفها في المراية. لما يكون حد بتحبه انت بتلبي احتياجاته حتى من قبل ما يتكلم، فنفسي كذلك بلبي احتياجاتها من قبل ما هي تشتكي، من قبل ما هي تعبر بطريقة تانية. ما تجيش واحدة ست شايلة كل هم البيت والعيال وناسية نفسها خالص، هي مش هتقدر تدي اللي حواليها، هتلاقي طاقتها مهدرة في كل حتة، واللي حواليها يبقوا طاقة سلبية متشبعين بالطاقة السلبية منها هي. فلازم الأول هي تتملي علشان تقدر تعم الإحساس بالحب والسلام والراحة النفسية على اللي حواليها. اعرف ازاي اتعامل مع مشاعري، ازاي اديرها، علشان انا بحب ذاتي، مش الظروف والاخرين والناس واللي حواليا هم اللي يتحكموا فيا. عشان انا بحب ذاتي فانا هعرف ازاي ادير مشاعري. مشاعري هحس بيها، سواء حزن، سواء زعل، سواء غضب، سواء غيرة، سواء طمع، سواء اي نوع من انواع المشاعر اللي احنا بنهرب منها، مش بنحب نواجهها، بنعتبرها حاجة كده ما ينفعش نحس بيها. لا، هنحس بيها وهنقدر ان احنا نتعامل معاها، بحيث ان احنا نتنفس كده ونحس بايه اللي بيحصل جوانا، ايه اللي المشاعر اللي احنا حاسين بيها وهي عبارة عن ايه، واحس بيها مهما كان، واتنفس مع مشاعري، وبعدين اقبلها. بعدين بعد ما قبلتها اسمح لها انها تخرج، اسمح لها انها تخرج طالما مش في صالحي وبتأذيني. وده